ازيكم يا حبايبي؟ حكاوي قهوة مع ميرو. فكرة الغدا النهاردة لذيذة ومغذية جدا وكمان بسيطة وسهلة وعلى قد الإيد. النهاردة هنعمل رز بالكبد والقوانص. الرز هنجيبه ننقعه شوية كده، وبعدين نجيب الكبد والقوانص ونغسلها كويس جدا ونقطعها عصافيري كده. وهننزل بالقوانص الأول مع بصلاية وشوية ملح وفلفل وفص توم كده يكون جميل، ونشوح كده شوية. وبعدين ننزل على الكبد والقوانص بربع كوباية مية جميلة كده. هنحط الحاجة دي شوية كده بتاع ربع ساعة على النار ولا حاجة، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق ممكن. هكون طبعا نقعت الرز شوية كده. هحط الرز على الكبد والقوانص وابتدي اقلب شوية، ياخد تشويحة كده وياخد التست بتاع الكبد والقوانص. انا النهاردة عملت فكرة الرز ان انا حطيت عليه ربع كوباية لبن ومعلقتين جبنة. علبة الجبنة اللي عندك في التلاجة، عايزة تحطي موتزاريلا ماشي، مش عايزة تحطي جبنة خالص مفيش اي مشكلة. وبعدين شوحت الحاجة كويس جدا فوق واستوت، خدت غلوة كده باللبن وخدت غلوة مع الكبد والقوانص. وبعدين ابتديت احطها في صينية ودخلتها الفرن. وتعملي جنبيها شوية بطاطس محمرة. عايزة تعملي شوية سلطة خضرة يكونوا حلوين كده، مغذية برضو للولاد ومفيدة. الخضرة والحاجات الحلوة بتاعت السوق الجميلة الرخيصة دي. مفيش اي مشكلة. لو عجبتك فكرة الفيديو والأكلة اعمل لنا لايك واشترك في القناة. النهاردة كبد وقوانص بالرز في الفرن، معاها شوية بطاطس محمرة. يا رب تكون عجبتكم الفكرة. حكاوي قهوة مع ميرو، طعم الرز الإيطالي.